فيديو الانجليزي. في الفيديو دوت هنتكلم عن مراجعه الانجليزي من حيث السكيلز، الجرامر، القطع، الكلمات. هعرفك نظام مراجعتها حتى لو انت ما كنتش مجمع الماده او ما ذاكرتهاش حلو في الفتره اللي فاتت. اولا الحمد لله بفضل ربنا قفلت ماده الانجليزي وجيت فيها 50 من 50. هعرفك فيها نظام مراجعتها وبجد تريكات هتفرق معاك جدا، انا استخدمتها لما كنت براجع. لو انت كمان مش مجمع المنهج او حرفيا الانجليزي في الصفر، هعرفك برضك نظام مراجعته واخليك تلمها في فتره قليله جدا. زائد في ترشيحات مهمه لفيديوهات حرفيا هتغير لك نظامك في الانجليزي كله وهتخليك تجمعه في ثانيه. الفيديو مهم وبجد يعتبر من الفيديوهات المهمه جدا، هتخليك تلم الانجليزي حرفيا. فقبل نبدا الفيديو كده ما تنساش تضغط لايك وشير الفيديو لاصحابك ونكمل الفيديو للاخر، لان بجد والله العظيم الفيديو دوت ممتاز جدا وهيجمع لك نقط مهمه جدا هخليك بجد تقفل انجليزي باذن الله. يلا بقى نبدا الفيديو ونبدا قعدتنا بكوبايه قهوه عشان الفيديو هيطول مننا وهيكون فيه تريكات مهمه جدا. فيلا بينا. في الاول كده عاوز اقول لك حاجه هتغير وجهه نظرك في الانجليزي وهتعرف ان هي ماده بجد تعرف تراجع بسهوله جدا. انت لما تيجي تفكر في الانجليزي بتقول ايه؟ انا عندي 12 وحده انجليزي لازم ارجعهم عشان لو بجد مثلا خلصت 6 وحدات منهم ولا حاجه هجيب نص الدرجه وهكذا. دي تفكيرك وكان تفكيري، بس بجد والله العظيم الحاجه الوحيده اللي غيرت تفكيري بجد، افهم ان الانجليزي عباره عن فروع. ازاي؟ الانجليزي عباره عن سكيلز، عباره عن قطع، عباره عن جرامر، عباره عن كلمات. 4 فروع. لما تفهم ان هي كده بجد هتخليك دلوقتي تبدا فيها واعرفك ازاي بالظبط. اول حاجه، انا دلوقتي عاوز اقفل الانجليزي يبقى انا لازم اكون ممتاز في الفروع ديت. انا دلوقتي عاوز ابدا اراجعها، هقول لك ازاي. اول حاجه كده تعالى نبدا باول فرع كده اللي هي القطعتين. انت تعرف ان القطعتين اولا مفيش منهج ثابت لمذاكرتها منه، وكلنا عارفين كده. القطعتين عباره عن حل وتجميع افكار، هنبدا نجمع ونحل كتير ونبقى ممتازين في القطعه. يعني القطعه مش عندنا منهج ثابت نراجعه منها، مطالبين بس اللي احنا نحل فيها. تمام. انت تعرف ان القطعتين دول عندك كام درجه من درجه الانجليزي كلها اللي هي درجه اللي هي 50 درجه؟ عندنا الانجليزي من 50. تعرف الدرجه من كام؟ القطعتين عباره عن 12 درجه. مطالبين انك تراجع او تذاكر حاجه؟ لا. فاذا اول نقطه هقول لك منها واللي انا اتبعتها والله العظيم اتبعتها وانا فاكر جدا انا كنت ملتزم بيها، كل يوم قطعه انجليزي من هنا لحد نهايه شهر 5. اسمع بس الكلام، بجد هتفرق معاك والله العظيم. هقول لك ليه. انا لما احل كل يوم قطعه، بس انا اصحى اليوم بتاعي حليت قطعه، تاني يوم حليت قطعه، تالت يوم حليت قطعه، هتحل في الاخر كميه قطع كبيره جدا. زائد ضغطت على نفسك، وفرت وقت كبير للقطعه؟ لا. كل انا بصحى اليوم بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم ابدا احل القطعه بتاعتي اللي انا كنت مسيستم نفسي عليها. تقول لي احل القطعه منين؟ هقول لك كتاب الانجليزي مراجعه، كتاب الانجليزي حل، في قطع كبيره جدا وفي قطع كتيره جدا. تمام. طب عبد الله لو انا عايز يعني بجد اكون ممتاز في القطعه واعرف اقفلها اضمن 12 درجه دول، اعمل ايه؟ هقول لك حاجه بس تعالى كده قرب. القطعه اولا في مستر عندنا قال لنا حاجه يعني بجد غيرت رايي في حاجه. القطعه اللي موجوده في التدريبات والقطعه اللي موجوده في كتب المراجعه هدفها انها تخلطك، هدفها انها توقفك، تعجزك. لازم تكون عندك مثلا كلمات مش فاهمها، لازما في القطعه في اسئله مش عارف تحلها وحاجات كتيره جدا. يبقى انت تحاول تغير رايك ان احنا مش لازم نقفل القطعه، لازم نحاول بقدر الامكان نجمع منها افكار. انا في قطعه والله العظيم فاكر في كتاب جيم جبت في قطعه 2 يعني غلط، يعني كان عندي بس 2 صح من كل الباقي. يعني انت فاهم، انت حرفيا ممكن ساعتها تدمر، بس لا. كل ما افتكر كلام المستر كنت تمام انا غلطت في ايه؟ قطعه الكلمه مثلا ما كنتش فاهمها، قرات بسرعه ما عرفتش مثلا اراجع. اذا دلوقتي عبد الله انا ضامن 12 درجه باللي انا اصحى اليوم بتاعي ابدا احل قطعه انجليزي والحمد لله. تاني يوم احل قطعه انجليزي، تالت يوم احل قطعه انجليزي، ان شاء الله اغلط في كل الاسئله، انا بجمع افكار. مش مطالب منهج ثابت اذاكر للقطع، مطالب احل واغلط واجمع هكذا. تمام. خد منك وقت؟ لا. فانت حرفيا دلوقتي في فرع كامل وانت اصلا ما انتش مراجع ومذاكر المنهج، الماده الانجليزي قوي جدا ومش محافظها قوي، حرفيا ضمنت 12 درجه. نركن دلوقتي القطعتين على جنب وضمننا 12 درجه. تعال اقول لك حاجه، السكيلز. اسمع بقى، ركز معايا كده عشان اقول لك دلوقتي حاجه مهمه جدا. السكيلز يا جماعه تقريبا السكيلز والقطعه عباره، القطعتين اللي هم القسمين دول عباره عن 30 درجه من امتحان اخر السنه. يعني السكيلز عباره عن كام؟ اطرح بقى معايا 30 ناقص 12 يعني 18 درجه سكيلز، من الريتن من الايسي من الترانزليشن كلنا عارفين. دي عباره عن سكيلز. تمام. يعني انت بقول لك حاجه، السكيلز له منهج هيتجمع، هقول لك هيتجمعوا ازاي. فرع السكيلز عبد الله انا عاوز اعرف ازاي اجمعه في المراجعه، انا دلوقتي شخص عاوز اعرف ازاي اجمع السكيلز. هقول لك حاجه، بص في فيديو هتحط دلوقتي مجمع لك كل السكيلز بتاع المنهج. اقول لك حاجه، انا والله العظيم وانا بقلب في عادي طبعا في اليوتيوب عادي خالص بعمل سكرول كده لقيت الفيديو دوت، فقلت تعالى كده الفيديو ده اما اشوفه كده واشوف محتواه، قلت يعني ممكن يفيد بجد الثانويه عامه، ممكن هم انتم يعني واشرحه لكم. اقسم بالله ولا اعرف المدرس ولا حتى اصلا اول مره ما كنتش متابع اصلا اونلاين انجليزي، اتصدمت من المدرس والله العظيم. 3 ساعات ونص مجمع لك شرح السكيلز. انا عايز بس اسمع الفيديو ما تابعش المدرس براحتك.
الفيديو دوت انا سمعته، مش سمعته يعني، شفت الافكار بتاعته، ساعه 3 ساعات ونص مجمع لك السكيلز. تعالى بقى في نقطه السكيلز، اعمل ايه؟ يوم الجمعه هتعمل 5 ساعات السكيلز. تقول لي ليه؟ ده الفيديو 3 ساعات ونص ولا حاجه. انا هسمع الثلاث ساعات ونص. هبدا مثلا اول حاجه هو ابدا اشرح لك الاس يتكتب ازاي. ايه ده الاس يتكتب ازاي؟ لازم ابدا بكذا ولازم ابدا بكذا، ورقه وقلم وكراسه، وأقوم راح كاتب يبقى انا لما ابدا السكيلز لازم اسيب فراغ مثلا كذا، اكتب كذا، اعمل كذا، لازم يكون عباره عن اقل حاجه 3 4 باراجرافات، لازم يكون الكلمات بتاعته تعدي مثلا 120. اكتب كل الملاحظات اللي يقولها. لما يجي يحل ما تكتبش الاسئله، افهم الاسئله معاه وحلها معاه. هكذا في الترانزليشن هيجي يقول لك مثلا ملاحظات في الترانزليشن، يقول لك اعمل كذا، اكتب ملاحظات وراه، اكتب ملاحظات وراه. ذاكر الفيديو، افهمه ملاحظاتك وكل حاجه. تمام. هتخلص الفيديو في 5 ساعات. هقول لك سالك سؤال، انت ضمنت كام درجه؟ هتقول لي عبد الله انا كده ضمنت 30 درجه من الامتحان، اللي هو حرفيا خلصت نص الامتحان كله وانا لسه اصلا ما بذلتش مجهود. ليه؟ يوم الجمعه قعدت 5 ساعات، معلش بس يوم الجمعه ضغطت على نفسي، خلصت فيديو السكيلز ده، وقمت رايح جاي عامل سيستم كل يوم بتاعي احل قطعه انجليزي. خدت من يومك قد ايه؟ حرفيا لا، يوم الجمعه هيعدي، يوم اللي بعدها هتلاقي نفسك كل يوم بتحل قطعه، ماشي، تاخد منك تلت ساعه في اليوم، ولسه حدد دلوقتي نخش بقى على التقيل. بس افهم معايا، احنا عملنا ده كله واحنا حرفيا يعني بذلنا مجهود بسيط جدا. فهمتني؟ ده كله سواء الشخص اللي بدا ولسه ما بداش الانجليزي وحاسس بالضغط، سواء الشخص اللي بيراجع ومجمع منهجه جامد. الحاجتين دول مهمين جدا. اعمل كل يوم بتاعك، كل يوم قطعه انجليزي، وكل يوم ويوم الجمعه جمع السكيلز. حتى لو انت مجمع السكيلز اسمع فيديو السكيلز دوت، افهم المعلومات الجديده، افهم ازاي تعمل ايسي وباراجراف وكده، افهم تاني مفيش مشكله. فهمتني؟ تمام. كده انا ضمنت فرعين في ماده اللي هم حرفيا 30 درجه، وانا لسه ما ذاكرتش الوحدات والكلمات المطلوبه مني والجرامر. تخيل انت، يعني انت كنت بتفكر ان الانجليزي صعب وضخم وكده، مجرد ان انا التزمت بحاجتين بسيط جدا خلصت 30 درجه من الامتحان الانجليزي. تعال نخش على الجزء الثاني، الكلمات والجرامر. عبد الله اعمل فيهم ايه؟ تعالى لي كده لحظه بس كده. الجرامر هقول لك حاجه، اسمع بس معايا كده واقول لك انت هتعمل ايه. جيب ورقه وقلم، اكتب كل الجرامر اللي عندك. اقسم بالله عملت كده، وفاكر الجدول كنت لازقه على ظهر الباب. تمام. كتبت كل الجرامر اللي عندي حرفيا، انا مش فاكر 20 قاعده 24 قاعده، المطلوب موجود منك في المنهج. هتلاقيهم في فهرس، ممكن تلاقي مثلا فهرس الكتاب الانجليزي، كتاب جيم، كتاب اضواء، هتلاقي معاصر، هتلاقي مجمع لك كل القواعد المطلوب منك في الانجليزي. ورقه وقلم، ما تكسلش، ما تضيعش وقت. اول قاعده ماضي بسيط، بريزنت سمبل، بريزنت كونتينوس، باست سمبل، باست كونتينوس، مثلا بريزنت بيرفكت، هكذا كل قواعد الافعال الاصطلاحيه. القاعده بجد اللي هي تعبت روحي يعني، هقول لك ازاي تخلص من الافعال الاصطلاحيه، اكتر قاعده قراتها في الانجليزي يعني. تمام. كتبت كل القواعد اللي عليا. اعمل يا عبد الله اليوم بتاعي مش ازاي؟ بصحى بحل القطعه اللي انت قلت عليها. انا دلوقتي هعتبر نفسي اللي انا كنت صفر في الانجليزي، ومثلا اول قاعدتين مليتهم مثلا ماضي بسيط ومضارع بسيط. تمام، انا كنت قراتهم وفهمهم، فابدا مثلا اقراهم من كتاب جيم، مفيش مشكله. ما كنتش ذاكرتهم للاسف، مش فاهم منهم حاجه، هسمع الفيديو مثلا لقاعده ماضي بسيط نص ساعه، 10 دقائق، ربع ساعه، هتجمعها علامه صح. اقل حاجه في اليوم تخلص قاعدتين من الجدول الكبير بتاعك بس. انا مطالب ان انا اصحى احل قطعه انجليزي واخلص قطعتين بس. بالنسبه للاشخاص اللي كانوا صفر في المنهج، تمام. بالنسبه للاشخاص اللي يعني مجمعين المنهج حلو، انت ممكن معلش في اليوم بتاعك لو انت 4 قواعد ممكن تخلصهم، 5 قواعد ممكن تخلصهم، 6 قواعد لو انت يعني كده، لو انت مجمع المنهج حلو. لو انت لسه بادئ كل يوم اقل حاجه قاعدتين. هقول لك حاجه، بعد ما لا يقل عن 20 يوم 15 يوم، مع بذل مجهود بسيط ساعه ونص ساعتين في اليوم، مع اخر مثلا اذاكر قطعتين الجرامر، لو بجد انت مش صفر في الماده حرفيا، هتذاكر القطعتين، قصدي القاعدتين، هتحل عليهم قطعه اللي انت قلت عليها، وهكذا. ضمنت كام درجه في الانجليزي؟ تقريبا 40 درجه في الانجليزي ضمنتهم. تخيل انت اللي انت قاعد مكبر الانجليزي وحاسس بالرعب وحاسس انك مش قادر منه، خلصته. بالنسبه للاشخاص اللي مجمعين الانجليزي، اصدقائي، ممكن تخلص 4 5 قواعد في اليوم، مفيش مشكله. تمام. انا هجمع لكم كل ده، هعمل لكم جدول منفصل للناس اللي هيبداوا، وهعمل لكم جدول منفصل للناس اللي مجمعين المنهج وقارئين الكلمات وكل حاجه. هعمل جدول لده وجدول لده، بس احنا دلوقتي بناخد كل فرع ونفصصه. تمام. دي بالنسبه للقواعد، هنعملها كلها كذا، ما لا يقل عن قاعدتين بالنسبه للاشخاص اللي لسه بادئين، والاشخاص اللي مجمعين المنهج وكل حاجه. افرم القواعد براحتك، اضرب 4 5 قواعد في اليوم براحتك، بس ما يقلش عن قاعدتين. فهمتني؟ تمام. ده خلصنا من 3 فروع، حرفيا ال3 فروع ب 40 درجه. نيجي للفرع الكلمات. انت كنت دايما تقول انا الكلمات مش فاهمها، انا الكلمات مش حافظها. الكلمات عندنا في الامتحان اخر السنه 10 درجات. لا انا مش بقول لك كده عشان احنا نقول 10 درجات يا عم نكبر دماغنا، لا يا حبيبي. انا بقول لك انا الفيديو دوت هخليك تقفل الماده، سواء انت كنت شخص
ملتزم بالماده، عشان انت كنت شخص لسه بادئ هتقفل ماده باذن الله. ثم اعتمد على ربنا بعدين اعتمد على في الموضوع ده. تمام. نيجي للكلمات. صديقي العزيز، في جدولين، الجدول 1 وجدول 2. الجدول الاشخاص اللي لا دي بالنسبه للكلمات، في جدول في الاخر الاثنين بجمع كل حاجه، احنا دلوقتي بس بنفصص يعني الكلمات. بصوا، في جدول الاشخاص اللي مجمع قارئين الكلمات وحفظوا الكلمات وسمعوا الكلمات مع المصدر، في اشخاص اللي كانوا للاسف ما حضروش لاسباب او من دون اسباب، مش دعوه. تمام. بالنسبه للاشخاص اللي حضروا مثلا مع المصدر وحفظوا الكلمات وكل حاجه، صديقي العزيز هقول لك جدول مرعب التزمت بيه، انا كنت بموت يومين. 12 يوم، كل يوم وحده انجليزي. هتقول لي ازاي؟ اقول لك هيحصل. افرض نفسك اول يوم لو انت عاوز توصل الحلم اللي انت عاوزه هتعمل اللي بقولك عليه. 12 يوم، كل يوم يونت 1 هبدا احفظ الكلمات بتاعها، كلمات بس وهفرمها. يونت 2 الكلمات بتاعها وهفرمها. يونت 3 الكلمات بتاعتها وهفرمها. 12 يوم هكذا. هفرم نفسي 3 ساعات انجليزي هحفظ الكلمات، مش هدعو. لو انت قارئ كلمات حلو يا سلام، انجزت انجاز كبير. دي كده الجدول بتاعي. 12 يوم هحفظ كل يوم هحفظ وحده الكلمات. ليسون 1 و 2 احفظ كلماته، يونت 3 و 4 احفظ كلماته، يونت 2 هكذا، يونت 3 4 5 6 هكذا لحد اليونت 12. تمام. القطعه حاجه اساسيه انا مش مضطر اقولها لانها ده حاجه اكنها بص اجباري، مش موضوع مش في نقاش. تمام. والسكيلز خلصنا منه. تمام. والجرامر قطعه 2 جرامر هجمع لك كله في الاخر يعني. تمام. دي بالنسبه مين للاشخاص اللي مجمعين المنهج حلو. الاشخاص اللي ما حفظوش الكلمات، او اشخاص اللي هم اللي مجمعين المنهج حلو وما يعرفوش يضغطوا على نفسهم ويفهموا نفسهم، تعالوا لي بقى للجدول الثاني. 24 يوم 24 يوم 24 يوم. على فكره انا بتكلم دوت ولسه في مراجعه ثانيه غير المراجعه ديت، ما تخافوش خليكم معايا. ال 24 يوم جدول وسطر، اتعب نص ساعه يا معلم. يونت 1 ليسون 1 و 2، يونت 1 ليسون 3 و 4، يونت 2 ليسون 1 و 2، يونت 2 ليسون 3 و 4 هكذا. اتعب فيهم. احنا عايزين نقفل، مش عايزين نعدي، لا احنا عايزين نقفل الماده. بعد ما كانت 24 خانه لان 12 في 2 24. ابدا كل يوم. اليوم الاولاني بسم الله الرحمن الرحيم ذاكرت لسون ونوضوح، حفظت الكلمات بتاعته اللي عباره عن 3 صفحات وحفظت القاعدتين بتوعي. تمام. وهكذا وحليت الجرامر بتاعي، اللي قصدي حليت القطعه بتاعتي. تمام. اذا انا ممكن اقسم الكلمات على 12 يوم، او ممكن اقسم الكلمات على 24 يوم اللي انت تفضله. تمام. لما انا اقول لك هتقسمه يبقى انت كده يعني مثلا ما تقولش لنفسك انا كده رجعت المنهج مره، ده في مراجعه ثانيه. تمام. تعالى بقى كده بقى نعمل جدول شامل لكل الفروع للاشخاص دي والاشخاص دي. تعالوا لي جدول الاشخاص اللي خلصوا الماده، او الاشخاص اللي حافظين الكلمات ويعرفوا يراجعوها مثلا بسهوله شويه، والاشخاص اللي لسه هيبداوا او حرفيا مش مجمعين الكلمات ونسوها اصلا، نسوها خالص. لو معنى كلمه يجي يقراها يحس ان الكلمه جديده واللي لسه يبداوا كده وكده. بالنسبه للاشخاص اللي حافظوا الكلمات مع المستر وبيسمعوها اول باول، تعالوا لي كده. اليوم بتاعنا مين؟ الشهرين الجايين قطعه قراءه، قطعه اللي هي قطعه يعني قطعه انجليزي يوميا بس. يبقى في مراجعه الانجليزي بتاعتك اللي انت كتبتها فوق كل يوم قطعه انجليزي برواز، حاجه لا يعني مش فيها خيار، لا كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم صحيت اليوم بتاعي حليت قطعه انجليزي. تمام. قسمت اليوم بتاعي على الاسبوع بتاعي اللي هو 12 يوم بتوعي، 12 يوم 12 خانه. كل يوم يونت 1 يونت 2 يونت 1 2 3 4 حددت يونت 12. كل يونت الاولاني قمت رايح مثلا ووفر لها ساعتين ونص في اليوم ذاكر حفظت الكلمات بتاعت يونت 1. تمام. حفظتهم معنى الكلمه، حفظتهم ضغطت على نفسي فرمت نفسي ذاكرت يونت 1 علمت على صح كلمات يونت 1 خلصت. السكيلز خلصنا منها من زمان عشان عملنا يوم جمعه كده قعدنا مع بعض دردشنا 5 ساعات، دي حاجه اساسيه. قمت رايح تمام. قمت رايح واخد مثلا خانه الجرامر بتاعي بقدر الامكان، لقيت نفسي اصلا ايه ده اول 3 4 جرامر عليها اذاكرهم في ثانيه عشان كنت حليتهم مع المستر وذاكرتهم. تمام. براحتك بقى لو انت عاوز تقعد يوم براحتك كده يوم كامل تخلص الجرامر مفيش مشكله. مع يوم الجمعه كده خد كمان 5 ساعات تخلص الجرامر مفيش مشكله. المهم الجرامر سهل يتجمع، فاهمني؟ كل يوم 3 4 قواعد جرامر مع خدنا هكذا شويه تصريف ثالث هكذا. يعني يونت 1 مذاكره كلماتها، حليت قطعه انجليزي في اليوم، وقمت رايح جاي مذاكر او مذاكر قاعدتين اللي على الدور. ممكن يكونوا قاعدتين سهلين جدا واليوم بتاعي خلص كده. انا خلصت اول يوم بتاعي. تاني يوم اليونت 2 حفظت الكلمات بتاعتها، حليت ذاكرت القاعدتين اللي عليهم دور او 3 قواعد اللي عليهم دور. دي بالنسبه للاشخاص اللي لمين المنهج حلو شويه. فهمتني؟ اتمنى تكون بتكتب ورايا عشان عارف ما تكتبوش ورايا، اكيد واحد نايم دلوقتي على السرير وقاعد بيسمع الفيديو بتاعي مفيش مشكله. ده بالنسبه للاشخاص اللي جمعوا المنهج وحاسين ان هم لامين شويه. الاشخاص اللي لسه بادئين تعالى معايا. هنعمل 24 خانه. اليوم الاول
يونت 1 ليسن 1 و 2 حفظت الكلمات بتاعتها وقعدت بسم الله الرحمن ساعتين كده، قعدت اغطي على نفسي حفظت الكلمات بتاعتها. تمام. قمت رايح واخد اللي انت قلت لي عبد الله عليه، خدت اول قاعدتين جرامر كان الماضي البسيط والمضارع البسيط ذاكرتهم. تمام. وقمت رايح حل القطعه اللي انت قلت عليها. وقمت رايح ايه تاني؟ السكيلز، قلنا الفيديو بتاع السكيلز خلصنا منه يوم الجمعه خلصناه. تمام. اليوم الثاني ذاكرت يونت 1 ليسن 2 ليسن 3 4. يونت 1 ليسن 3 4 قمت رايح حافظ قاعدتين جرامر عليهم دور. لقيت قاعده جرامر عبد الله صعبه قوي ما عرفتش افهمها. اعمل إيه؟ اسمع فيديو مراجعه عليها. اسمع فيديو 10 دقائق تلاقي فيديو اتشرح في ثانيه. قمت رايح فهمتها تمام الحمد لله عدى صح. تمام. قمت رايح جاي واخد القطعه اللي انا كنت حليتها الصبح. تمام مفيش مشكله. اليوم الثالث والرابع التزمت اول يومين ثلاثه. هتحس انك اصلا خلاص بتصحى اليوم بتاعك يا عم على دور في الجدول بتاعي بلتزم بيه خلاص. ده كان الجدولين. بالنسبه للمراجعه الثانيه فالنظام هيكون عباره عن 12 يوم، اللي هو ازاي؟ كل يوم هنذاكر الوحده كامله. كمثال اليوم الاولاني هذاكر الوحده الاولى مثلا من كتاب جيم، هذاكر الوحده الاولى اللي عباره عن ليسون 1 و 2 وليسون 3 و 4 بالسكيلز بالجرامر الموجود في اليونت كامله. تمام. بعد ما رجعنا اللي عملنا المراجعه بتاعتنا الاولى، المراجعه الثانيه تكون نظامها كده، سواء انت كنت كده او كده. بعد اول مراجعه الدنيا تمام. المراجعه الثانيه كله هيبقى 12 يوم. اليوم الاولاني هذاكر مثلا يونت 1، اليوم الثاني يونت 2، اليوم الثالث يونت 3، هكذا. اليونت هتذاكر من الكتاب الاساسي حرفيا. بعد ما تعمل الثلاث مراجعات دول يا جماعه والله العظيم انت كده حرفيا ما سبتش اي حاجه ما عملتهاش. اهم حاجه بس الجدول موجود، اللي ناقص حاجه واحده بس، اللي احنا نبدا. بعتذر لو الفيديو طول مني شويه، بس عايز اقول لك على حاجات مهمه. بس في تريكات كده في قاعدتين عايزك تركز عليهم قوي، اللي هي قاعده A وان وذا ونو ارتكل، اللي هي القاعده دي تركز عليها عشان لازم بيجي منها في تاريخ السنه. والقاعده الثانيه اللي هي بتاعت الكلمات الواصله بين الجمل، اللي هي while when where. والقاعده بتاعت also و however و so و because، اللي هي القاعده بتاعت الكلمات اللي بتيجي ما بين وصله بين الجمل والكلمات اللي بتيجي في اول الجمل، اللي هي ما بين جملتين يعني. ركز على القاعدتين دول مهمين جدا. وبالنسبه للكتب مراجعه، لو حد برضك عايز يسمع برضك الكتب مراجعه تاني في الفيديو دوت. بالنسبه للانجليزي كتابين مهمين، عاوز تجيب كتاب زود عليهم. جيم المعاصر اساسي معاك وقت زود عليهم. انا عن نفسي اشتغلت بس من الكتابين دول وكانوا كافيين ان بجد يكون ممتازين جدا واعرف اقفل الدرجه بتاعت يعني الامتحان يعني. فالحمد لله على كل شيء يعني. وعاوزك تشد الفتره الجايه عشان حلمك يستاهل تعبك، واكيد طبعا فرحه اهلك برضه بنفس النظام. فعايزين نشد الفتره الجايه. الفيديو طول مني انا عارف والله العظيم، الفيديو طول مني معلش بعتذر تاني، واحاول الفيديوهات الجايه ما تكونش طويله كده. بس كان انجليزي لازم اديله حقه واحاول اتكلم كده عشان انا لاحظت ان نظامكم بيشتكي منه. اتمنى تكونوا استفدت واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وسلام يا ابطال عشان انا تعبت اقسم بالله ما كنت قادر. سلام.